انت عارف يعني ايه شريط عازل؟ ازاي بيتصنع وبيشتغل ازاي؟ وانا ازيكم يا عشاق الهندسه؟ عمركم فكرتوا في الموضوع ده؟ ازاي حاجه بسيطه زي الشريط العازل تعتبر اساسيه في الامان وتشغيل تقريبا كل حاجه حوالينا؟ الشريط ده سواء كان لونه اسود او ملون او حتى ابيض بنلاقيه في التركيبات الكهربائيه والعربيات والالكترونيات. وراء اللفة البسيطة دي في هندسة مبهرة وسنين من التطوير وعلم بيمنع الحوادث وبيخلي الطاقة تفضل ماشية. بس في الآخر إيه هي الشريط العازل؟ ببساطة الشريط العازل هو مادة لاصقة مصممة علشان تمنع مرور التيار الكهربائي. هي بتشتغل كحاجز مادي بين الموصلات اللي فيها كهرباء وبين البيئة المحيطة، وبتمنع الصدمات الكهربائية والدوائر القصيرة والأعطال في الأنظمة الكهربائية. غير وظيفتها الأساسية في العزل، هي كمان بتحمي الأسلاك من الرطوبة والتآكل والمواد الكيميائية وتغيرات الحرارة. وهي مش بس للأشخاص اللي شغالين في الكهرباء، لأنها موجودة في الموبايلات والكمبيوترات والعربيات وحتى في المركبات الفضائية. بس إزاي كله بدأ؟ قصة الشريط العازل بترجع لبداية القرن العشرين، لما انتشار الكهرباء كان محتاج حلول عملية لعزل التوصيلات. قبل الشريط ده كانوا بيستخدموا شريط قماش مغموس في البيتومين أو الورنيش، بس المواد دي ما كانتش مرنة كفاية وكانت بتفقد اللزق بتاعها مع السخونة. الثورة حصلت سنة 1946 لما شركة 3M أو مينيسوتا مايننج أند مانيفاكتشرينج طورت أول شريط عازل من البولي فينايل كلوريد. الابتكار الكبير كان في دمج كلوريد البولي فينايل أو البولي فينايل كلوريد مع لاصق من المطاط الصناعي، وده خلق منتج مرن وقوي وبيعزل بشكل ممتاز. الشريط ده بقى مشهور في الحرب العالمية التانية لما استخدموه في تصليحات سريعة للمعدات العسكرية، ومن ساعتها ما بقاش يستغنوا عنه. بس هي بتتعمل ازاي؟ عملية التصنيع دي عبارة عن رقصة دقيقة بين الكيمياء والهندسة. كل حاجة بتبدأ بالمادة الأساسية اللي غالبا بتكون PVC، وده عشان مرونتها وقوتها ومقاومتها العالية للكهرباء. البولي فينيل كلوريد بيتحول لفيلم رفيع وموحد. بعد كده الفيلم ده بيتعرض لحمام من المواد الملدنة اللي بتديله مرونة وبتخليه يتحمل درجات حرارة قاسية من أقل من 18 درجة مئوية لحد حوالي 80 درجة مئوية في المتوسط. بعد كده بيتحط لاصق من المطاط الصناعي زي ستيرين بيوتادين رابر أو مطاط بيوتادين ستيرين على ناحية من الفيلم. اللاصق ده بيتعدل براتنجات بتضمنه الالتصاق الفوري حتى على الأسطح اللي مش مستوية. وفي الآخر الشريط بيتلمع بطبقة حماية عشان يقاوم الرطوبة وأشعة الشمس فوق البنفسجية، وبيتلف على بكرات زي دي. ومن الحاجات الغريبة إن اللون الأكثر شيوعاً اللي هو الأسود بيجي من أصباغ الكربون، وده بيديله مقاومة إضافية للحرارة. بس هي بتشتغل إزاي فعلاً؟ السر كله في الجمع بين الخصائص العازلة والخصائص الميكانيكية. البوليفينيل كلورايد او زي ما بنسميه PVC عنده صلابة عازلة ممكن توصل ل 600 فولت لكل واحد من 1000 من البوصة، يعني بيعمل حاجز قدام التيار الكهربائي العادي اللي هو 127 فولت او 220 فولت. لما تلف الشريط حوالين سلك مكشوف زي ما اسمه بيقول، هو بيعزل، يعني بيعمل طبقة غير موصلة بتمنع مرور الإلكترونات. بس كمان هي بتحمي لأنها بتعزل المنطقة ضد المية، التراب والمواد الكيميائية. وكمان بتقوي لأنها لما بتلزق في الأسلاك بتضغطهم مع بعض وبتقلل الاهتزازات اللي ممكن تضعف التوصيلة. الكفاءة بتعتمد على السمك وجودة التطبيق. تداخل من 50% ل 70% في اللفات ضروري عشان يعمل حاجز مستمر. بس في نقطة مهمة، لأن الشريط العازل مش دايم للأبد. مع الوقت والحرارة الزايدة والتعرض للشمس أو المذيبات ده ممكن يخلي اللاصق أو البولي فينايل كلوريد يتلفوا ويقلل من كفاءته. لو كنت غيرت شريط عازل في سلك قديم قبل كده هتلاحظ يا إما اللاصق بقى يلزق في إيدك يا إما الشريط نفسه بقى ناشف وبيتفتت. بس الشريط العازل مش كله زي بعض. الموضوع إن مش كل شريط عازل زي التاني، وكل نوع معمول عشان يتعامل مع تحديات معينة. اللي من بولي فينيل كلوريد أو فينايل ده أكتر نوع منتشر ومثالي للجهد المنخفض والمتوسط لحد 600 فولت. هتلاقيها بألوان تانية غير اللون الأسود، وده عشان تقدر ترمز الأسلاك اللي لونها أحمر أو أخضر. بس كمان عندنا الشريط المطاطي، وده بيتحط على الشد عشان يعمل طبقة تانية زي الجلد على الوصلات، وهي بتستخدم فعلا في الكابلات ذات الجهد العالي ومحطات المحولات.
غير دول عندنا شريط الكامبرايا المدهون بالورنيش، وده معمول من قماش قطن متشبع بالورنيش وبيتحمل لحد 105 درجة مئوية، وده شائع في الموتورات الكهربائية. وعندنا كمان شريط الماستيك اللي فيه طبقة من مادة عازلة زي البوتيل، ودي بتعزل تماما ضد الرطوبة، وهي ممتازة للتركيبات تحت الأرض أو في الأماكن المكشوفة. وشريط البوليتترا فلورو إيثيلين أو التفلون بيستحمل درجات حرارة لحد 200 درجة مئوية، وكمان المواد الكيميائية القوية، وبيستخدموه في الصناعات الجوية والكيميائية. وكمان عندنا الشريط المصنوع من الألياف الزجاجية، وده بيكون مقاوم جدا للقطع، وكمان بيتحمل درجات الحرارة العالية جدا. يعني العازل هو أنواع. شريط العزل المصنوع من بوليفينيل كلوريد هو اللي بيستخدم في كل أنواع العزل. شريط العزل من بوليفينيل كلوريد هو أكتر شريط عزل بيستخدم في كل حاجة. شريط العزل من نوع ايه وكل انواع شريط العزل؟ شريط العزل المصنوع من بوليفينيل كلوريد هو اللي بيستخدم في كل الانواع. شريط العزل من نوع ايه وبوليفينيل كلوريد هو العازل اللي بيستخدم في كل حاجه. شريط العزل المعقد بيستخدم في الاماكن الضيقه وفي مجال البناء، وبيحمي التوصيلات في الاماكن الرطبه. دلوقتي لو فهمت أهمية شريط العزل لأمان الكهرباء، إيه الفايدة إنك تعزل سلك لو كل التوصيلة من الأساس متخططة بشكل غلط؟ ناس كتير لسه بتتجاهل أهم مرحلة في أي شغل أو تجديد، اللي هي التصميم الكهربائي. بس هو اللي بيحدد إزاي الكهرباء هتتوزع، فين هتكون أماكن الأحمال، إزاي نتجنب التحميل الزايد، والأهم من كده إزاي نقلل مخاطر الحوادث زي القفلات أو حتى الحرائق. بس نرجع لموضوعنا، الشريط العازل لسه بيتطور. دلوقتي الشرايط العازلة المضادة للحريق اللي فيها لاصق بيأخر الاشتعال بقت إلزامية في الطيارات والداتا سنترز. أما الأنواع اللي بتنكمش بالحرارة فهي بتجمع بين العزل والتثبيت الميكانيكي. وكمان الاستدامة دخلت على الخط، وبقت شركات زي 3M وهيلرمان تايتون بتنتج شرايط من بوليفينايل كلوريد معاد تدويره ولاصق بيأخر الاشتعال. المستقبل هيكون في البحث عن مواد أذكى وصديقة أكتر للبيئة. في أبحاث بتستكشف شرايط فيها حساسات مدمجة بتكشف السخونة الزايدة، أو نانو مركبات من الجرافين علشان توصل الحرارة بشكل أفضل. كمان البوليمرات الحيوية اللي جاية من النباتات ممكن تحل محل البوليفينايل كلوريد، وده هيقلل التأثير البيئي. ومش بس كده، في عصر العربيات الكهربائية والطاقة المتجددة، الشرايط اللي بتستخدم في البطاريات عالية الجهد لحد 1000 فولت دي مجالات بتتطور بسرعة. الشريط العازل أكتر بكتير من مجرد حل سريع، ده منتج اتولد من الحاجة للأمان واتطور مع كمية المواد، ودلوقتي بقى جزء أساسي في التكنولوجيا اللي بتحرك العالم. سواء كان على عمود في شارعك أو في سماعتك أو في محطة فضاء، هي بتشتغل بهدوء علشان الطاقة توصل لك من غير مخاطر. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو، استغل الفرصة واشترك لو مش مشترك، وسيب لايك وفعل زر الإشعارات. ولو لقيت المحتوى بتاعنا مفيد، فكر تبقى عضو معانا علشان تساعدنا نكمل وننتج محتوى على المنصة ونذكرك في فيديوهاتنا. ولو انت فضولي وعايز تعرف اكتر عن الكورسات اللي بنرشحها، امسح الQR كود اللي جنبك او ادخل على الرابط في وصف الفيديو علشان تقدر توصل لفرص كتير تطور بيها مهاراتك اللي هتفرق معاك في شغلك. وعندك شريط لاصق في بيتك كنت عارف ان في انواع كتير؟ سيبلي تعليق تحت وقولي. هنا جنبك في اختيارين فيديوهات مهمة لازم تتفرج عليهم علشان توسع معرفتك وتستكشف فضولك. ولو حابب تدعمنا، اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، وفكر تبقى عضو في القناة. وده كان كل حاجة يا عشاق الهندسة. تحية كبيرة ليكم واشوفكم في الفيديو الجاي.